اريدوا حلا الحقوني يا بنات. الناس كلها عماله تنفض في شققها وتروق وتعمل كحك وبسكوت ومظبطه حالها، وانا جوزي جايب لي سمك وكاليماري وابصر كاني وابصر ماني. حرام عليه بجد والله، حد يشوف لي حل معاه. النهارده ان شاء الله هنفطر سمك سنجاري وهنفطر كاليماري محشي. بس يا جماعه بصراحه يستحق ان انتوا تجربوه، طعمه خيالي الخيال. هتنزلوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان تتفرجوا على كل الفيديوهات. وطبعا هنشير لكل اصحابنا وحبايبنا. اللايك ببلاش يا جماعه من غير اي تكلفه، بس هيرفع الفيديو وهيخلي غيرك يستفاد وانت كمان تشاركيني في الحسنات. شايفه بقى الكاليماري الرهيب اللي بتروح تاكله في اغلى المطاعم بره؟ هوريهولكوا بيتنضف وبيتحشي وبيتعمل ازاي بكل بساطه. ما انا عايزه اقول لكم على حاجه، ما انا سويسيه ومحدش قدر عليا. يلا بينا بقى نسمي الله، وكمان معاه السمك السنجاري اللي من غير شوك اللي انا معوداكوا عليه. طالما عندك اطفال هنعمل سمك سنجاري ومن غير شوك. وبرضه هقول لكم مواصفات السمك ايه وازاي بيتنضف. وطبعا الرز برصان الكاليماري يا جماعه كان حكايه الحكايه. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف عملنا ايه. عندي سمكية لوت كيلو الا ربع. عايزه اقول لكم يا جماعه على حاجه، لو السمكه زياده عن كيلو ونص ما تجيبوهاش، لان بيبقى اللحم بتاعها ماسخ واللحم بتاعها كده بيبقى متفل. يعني سمك اللوك او الدراج اكتر من كيلو ونص ما بنجيبهاش، خصوصا لو هنعملها سنجري جميل. بصوا بقى انا طبعا قطعت الزعانف وفتحت السمكه كده وبمسك الخياشيم وبشد. بمسك الخياشيم من فوق، ما نخافش مش هتعورنا ولا يجرى اي حاجه. بمسك خياشيم السمكه وبشد، بيطلع كل اللي في قلب السمكة من بطنها وأمعائها وكل شيء. هنضف بقى كده كويس. انا قلت هنا الراس ملاش لازمة، هشيلها خالص. هغسل بقى كده بالمية النضيفة طبعا، وبعدين احط شوية ملح واحطها على جنب، وشوية كده هغير مية الملح واحط لها مية بليمون. عندي بقى الكاليماري يا جماعة، وكان حجمه زي ما انتوا شايفين كده. بشيل الراس برضو بتاعت الكاليماري وبطلع كده الجزء اللي هو الشفاف اللي هو العمود الفقري بتاعها، وبعدين الجلد اللي هو الاحمر دوت بيتشال بكل سهوله، بتشدوه كده بيتشد. وبمسكها من جوه اغسلها كويس جدا، لو في اي حاجه امعائها واكله حاجه بشيلها وبطلعها. بصوا بيبقى بالشكل ده. بنشيل الراس، بنشيلها كده بايدينا، واي حاجه جوه بشيلها والعمود الفقري بتاعها. وببتدي اللي انا اشيل اللي هو الجلد الاحمر اللي هو عليها دوت. نفس فكرة السوبيا، بس السوبيا بيبقى العظمة بتاعتها بتاعت الظهر بتبقى عريضة شوية، وهي عشان بتبقى عريضة بتبقى اسهل في التنظيف يا جماعة. بصوا بغسلها كويس جدا عشان ما تبقاش مزفرة، وطبعا برضو بنقعها في مية ملح وبعد كده مية وليمون. هخلص كل الكمية اللي انتوا شايفينها ديت، وتعالوا بقى نقصر المواضيع على نفسنا. عندي 3 بصلات كبار هفرمهم في المفرمة او في الكبة قصدي، وحطوا عليهم شويه زيت. وانا واقفه كده فكرت، قلت طب ما انا اعمل الرز بالمره بما اني هعمل خلطه المحشي. جبت حله صغنونه واستلفت من خلطه المحشي شويه بصل، واحط عليهم برضو شويه زيت. هسيب بقى البصل بتاع المحشي يدبل، وهنزل بالطماطم. هنا البصل بتاع الرز ابتدى يتكرمل، هنزل بفصين حبهان وفص مستكه. وما تستغربوش لما تلاقوا الجيران بيخبطوا عليكم، لان ريحه البصل مع الحبهان والمستكه بيبقى رهيب في الرز بتاع السمك يا جماعه، او رز الصياديه. هو ده رز الصياديه يا جماعه، احنا بنعمله بالطريقه دي بيطلع معانا رهيب. مش لازم نحرق البصل، لو حرقنا البصل هيطلع معانا الرز بني وكل حاجه، بس هيمرر وطبعا مش هيبقى حلو للصحه. فاحنا يا دوبك من كرمل البصل. هجيب بقى رصان الصوبيا. طبعا نسيت اقول لكم ان انا فتحت الرصان بالسكينه كده وشلت عين الصوبيا وبقها، وغسلتها كويس طبعا برضو بالليمون. هحطها بقى كده على البصل، وطبعا هزود ميه وهسيبهم يغلوا علشان اللون بتاع البصل وعلشان كمان الرصان تستوي. عندي هنا بقى طماطمايه وقرن شطه وبصلايه قطعتهم بالشكل ده، واحط لهم ملح وفلفل. ده كده فرشه او قاعده للسمكيه عشان طبعا ما تلزقش. طبعا السمكيه بقى متنضفه ومحطوط على معصور عليها ليمون يا جماعه. فتحتها للاخر كده بالمقص، واحط لها ملح وكمون وحته هريسه وشويه زيت، بس مش هحط اكتر من كده. ادخلها بقى الفرن لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. عندي بقى الخضرة المشكلة، خدت منها حبة واستلفت منها حبة وحطيت عليها برضو طماطم. مش هحط بقى بصل لان انا حاطة آه، آه،
او مش فاكره انا حطيت حته هريسه اصلا على السمك، فمش هحط على خلطه الخضار. لما نجيله هشرح لكم. عندي بقى الخضره غسلت عليها كوبايه الا ربع رز، وهنزل بالتسبيكه بتاعتي. وفي نفس الحله هبتدي ان انا احشي الكاليماري بالشكل ده، كاني بحشي كوسه او بتنجان او اي شيء يا جماعه، عادي جدا سهل. اهم حاجه ما نملهوش قوي على الاخر عشان ما يفرقعش. بصوا زي البمبار كده ببططه، وهخلص الكميه كلها. اتبقى عندي شويه رز، حطيت قرنين فلفل كده عادي ما يجراش اي مشكله، وميه مغليه بقى كده وشويه ملح، وهحطه على النار زي المحشي بالظبط يا جماعه. عادي خالص بيستوي وبيتشرب الميه دي. عندي بقى السمكيه طلعتها وشلت منها العمود الفقري اللي كله شوك دوت، واحط بقى الخضار المشكل على وشها كده بشويه زيت، وهدخله تحت الشوايه. عندي بقى دقيق، تبلته ملح وكمون وشويه شطه. وهجيب بقى الكاليماري اللي استوى طبعا، وهعفره بالشكل ده. وعندي بقى طاسه الزيت على النار، هرص فيها الكاليماري دوت بالشكل دوت لغايه ما يتحمر من كل الاتجاهات. تعالوا بقى نطلع السمك السنجاري بتاعنا. بصوا علشان طبعا العمود الفقري متشال، فهي بتبقاش ماسكه نفسها قوي. بس عايزه اقول لكم يا جماعه، بتبقى سهله في الاكل كده وما فيهاش شوك، والاولاد هيحبوا السمك بعد ما كان بيكرهوه بسبب الشوك. السنجاري دوت يعني اكتر طريقه صحيه للسمك. طبعا بيوفر زيت مش زي اللي بيتقلي والكلام من ده، وفي نفس الوقت حلو وصحي. هغرف بقى كمان الرز كده، مش فاضل غير الكاليماري بيتقلي على النار. هطلعه طبعا واصفيه. شايفين بقى اللون بتاع الرز؟ هو ده اللون المثالي يا جماعه. بلاش نحرق البصل لان هيمرر وهيبقى خطر جدا على الصحه. على فكره الحاجه المحروقه قوي دي خطر. هجيب بقى الكاليماري وارشه كده بشويه خضره، مش قادره اوصف لكم طعمه وحلاوته. جنان يا جماعه، جنان.